اقول لك على شويه حاجات او كذا حاجه عشان ما تسرقش زي حالتي. انا سرقت مرتين، او هنقول المره التانيه كانوا حاولوا يسرقوني، بس سرقت فعليا اول مره. فانت لو محبين القهوه زي حالاتي هات كوبايه قهوه وشاي ولا اللي يعجبك، وعشان اقول لك القصه ازاي. كنت قاعد في يوم كاري خيري شري ولا خيري شري ولا خري كري، المهم كنت قاعد في حالي. المهم انا كنت قاعد في حالي اليوم ده، كان قبل الفطار بحاجات بسيطه. مره واحده بتفرج على التلفزيون، كونكت معايا على الجوجل ايميل بتاعي وعلى اليوتيوب. مره واحده كنت قاعد على اليوتيوب لقيت الهوم بيج بتاعتي اختلفت، شكلها الفيديوهات اختلف، مش ده اللي انا على طول بلاقيها عندي في الاختيار او في المقترحات من اليوتيوب. فحسيت بحاجه غريبه، فقلت اخش ابص على اللابتوب بتاعي. وده اللابتوب ساعتها كان الاتش بي. ف قريب اعمل لكم ريفيو على لابتوب الجديد بتاعي ان شاء الله، ممتاز، على القناه التانية. القناه التانية دي هتبقى مختصه ان شاء الله بالريفيو بمعدات التصوير في العموم، والريفيو والكاميرات واللابتوب ان شاء الله باذن الله. فخليني اكمل لك الحكايه. انا حاليا دلوقتي رايح البنك عشان اشوف بقى موضوع السرقه التانية. من اول امبارح جالي رساله على البنك، انا كلمت خدمه العملاء اولاني بس محتاج ان انا اروح البنك. بيتسحب فلوس من البطاقه بتاعتي اللي هي البي باي، اللي انا بشحنها بالفلوس عشان اشتري بيها من حاجات من على الانترنت. انا عامل عشان كده بس عشان تبقى محميه، ولكن لقيت مره واحده بيتسحب مني فلوس حتى من غير الاو تي بي، اللي هو الرقم اللي بيتبعت على الموبايل عشان ياكد عمليه السحب. فانا خلينا نشوف بقى ايه موضوع السرقه الثانيه. انا عايز اقول لكم حرفيا اللي اخترع الجهاز دوت او اللي اخترع السكوتر ده او اللي عنده الفكره وعملها راجل ممتاز صراحه. على قد ما هي ممتعه وفي نفس الوقت في مشاوير بسيطه تقضيها تروح بسرعه وتيجي، على ما هي فيري ريسكي، يعني خطر جدا. الوقع منها بدور زي ما بيقولوا، ولا بدور بشوط المهم هي هتحصل حاجه يعني قدر الله، فخدوا بالكم. كنا عند البنك، لكن طبعا اكيد مش هينفع اخش اصور جوه في البنك، اكيد هيبقى ممنوع. فاخش اعمل معامله وهطلع تاني بره. بعد ما خلصنا خلينا بعمل حاجه على كانت بشوف موضوع اللي محتاج ادفع حاجه بسبب البطاقه اللي وقفت ديت، مش عارف. اوكي احنا كده المفروض خلصنا المعامله ونشوف اقول لكم على اللي حصل دلوقتي. فعليا انت لو فاتح الانترنت انت عريان تماما، او انت عريان تماما حرفيا، مش هزار والله. مجرد انت فتحت الانترنت يقدر يخش يعمل اي حاجه على التليفون بتاعك، على الاكونت بتاعك، على اي حاجه، زي ما حصل معايا فعليا. خد لي سكرين شوت من اللابتوب بتاعي وبعتها لي على ايميل بعدها بفتره، بس اوريدي انا كنت اتسرقت الايميل بتاعي والقناه اليوتيوب بتاعتي وكل اكونت. حتى الايميل بتاعي مشكلته اللي كان مرتبط بايميلات الشغل بتاعتي او بالاكونت او في حساب عندنا عشان بعمل منه الاجازات واستلم منه مرتب، برضه هاك
مبقتش عارف اخش، اضطريت ان انا اعمل من جديد. بوظ الدنيا خالص، سرق القناه وبعد كده راح منزل حاجات لعب او جيمين، هاكر جيمين على القناه بتاعتي. وحاولت ان انا اعرف الريكفر للايميل او اشتكي، ابعت ايميلات، ولا حياه لبنت دي، ما حدش رد عليا. لان ساعه ما خد هو الايميل بتاعي راح عامل شايل كل الداتا اللي عليه، الريكفري ايميل اللي هو الايميل اللي انا اقدر اعمل عليه اجيب ارجع الايميل بتاعي التاني اسمه ريكفري ايميل، ورقم التليفون. مجرد فعليا حرفيا اللي انت غير اللي هو عمل اكسس، انا مش عارف ازاي اكسس على اللابتوب بتاعي، وبعت لي سكرين شوت بالايميلات بتاعتي التانية والايميلات بتاعت مراتي من على اللابتوب بتاعي، معرفش خدها ازاي. هو هاكم فعلا، بوظ الدنيا. فاستعوضت ربنا ساعتها وحاولت ان انا اغير الايميلات بتاعتي كلها واعمل قناه جديده. عندي قناه قديمه كان عندي فيها فولورز، لكن للاسف ما عرفتش ارجعها. فدي كانت اول مره. تاني مره بقى المشكله ان انا اول امبارح زي ما قلت لكم قبل كده صحيت اول امبارح الساعة 7:51 أنا ميعاد الدوام بتاعي أو الشغل بتاعي الساعة 8، الساعة 7:51. فبدأ بصحى كده بشوف لو في مسج، لو في أي حاجة على التليفون، فلقيت بيعمل ديدكتن لمبلغ من على الكارت بتاعي من الإنترنت. فقلت يمكن مراتي طالبة حاجة من أونلاين ولا حاجة، فسألت كلمتها، هاي أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنت خدت حاجة من الإنترنت أو بتشتري حاجة؟ قالت لي لا ما اشتريتش حاجة. فبس رحت الدوام او رحت الشغل، وبعد كده كلمت الكاستمر سيرفيس، فبقول لها عندي كذا كذا مشكله، الكارت اللي انا بعمل اللي هو البي باي بتاعي في مشكله وبتسحب مني فلوس منه. فقالت لي مفيش مشكله، خلينا نكمل. بيانات بتاع حضرتك، رقم التليفون بتاعك، الرقم اللي انت بتكلمني منه، المهم الخ. فقلت لها طب خلاص انا مش عايز الكارت ده تاني، او اعملي لي. قالت لي انا هعمل لك عليه فقدان سرقه. قلت لها مفيش مشاكل، بس قالت لي ده تابي يا استاذ يعني اللي بتستخدمه. قلت لها مش فاهم تابي ده. قالت لي يعني ممكن حد يكون من العيله عندك اللي هو اشترى والكلام ده كله. فانا قلت لها لا ما فيش حد، انا سالت مراتي وما فيش، وانا ابني عنده 4 سنين مش هشتري. يعني التابي ده عباره عن ابلكيشن انت بتشتري منه حاجات اونلاين، وبعد كده بيقسم على 4 دفعات. يعني المفتري مش هيسرق مره واحده، لا ده هو واخد داخل يسحب بالمبلغ عشان هيشتري حاجه بالقسط. ده جاحد فعليا جاحد. فالمهم فقلت لها خلاص ماشي، المهم وقفوا بتاع كانت لا مش عارف ايه، انت محتاج ان انت تروح الفرع. قلت لها خلاص مفيش مشاكل. قلت لها تمام مفيش مشاكل، نغير او نعمل كانسل للكارت دلوقتي حاليا تمام. قالت لي مفيش مشكله، نعمل ايقاف للكارت لو انت مش عايز تشغله وهتدفع تشارج. قلت لها انا دفعت التشارج اوريدي بتاع السنه للكارت، الكارت دوت ليه فلوس سنويه. للاسف حتى الكارت اللي انا اشتريته يعني ما استخدموش احيانا فترات طويله قوي، لان الكارت كل مره باجي اطلب منه حاجات بره، يعني ببقى اكتريتها بتعمل بيه بالويب سايت، ما غير بيقبل، يعني غير ما اقدرش ادفع بيه. المهم قلت لها تمام ما فيش مشاكل، وقفوها ويا ريت ما تحاولوش تسحبوا الفلوس، لان اوريدي انا دفعت الاشتراك السنوي بتاع الكارت دوت، وانا اصلا ما بستخدموش كتير. الحل الوحيد للموضوع دوت هقول لكم انا بقى، الحل الوحيد ان مفيش حل. والله ان فعليا مفيش حل. كل يوم بيطلع برنامج هاكر جديد، كل يوم بيطلع واحد برنامج يعني يبوظ البرنامج الهاكر. فعليا العلم مفيش حاجه فعليا انت تقدر تحكمها من مكان معين وتقول لك يا ده خلاص انا كده في امان. لا فعليا مفيش فعليا، يعني مهما يكن الحمايه بتاعتك او بتاع ساهما، يعني بني ادمين اللي بتعملها، فاكيد في بني ادمين اذكى منهم وبيفكروا. فانت حضرتك يعني قدر الامكان ما تحاولش تنقل الداتا بتاعتك او تشير الحاجات الخاصه بيك. اذا كان عندك قناه، اذا كان عندك اي حاجه على السوشيال ميديا، حاول تخلي الحاجات بتاعتك، رقم التليفون المهم طبعا والحاجات المهمه، لو مش محتاج ان انت تبقى عندك رقم تليفون يبقى ليك في الشغل او في بيزنس يعني في العموم. حاول ان انت الحاجات ديت كلها تبقى برايفت، وما تحاولش ان انت تبقى يعني ايه باينه على السوشيال ميديا في العموم او موجوده على السوشيال ميديا في العموم.
ففعلا اتعلمت 3 حاجات. اول حاجه ان انا ما احطش الحاجات الاكونت بتاعتي تبقى ظاهره بقدر الامكان على السوشيال ميديا، او اخليها برايفت يعني تبقى خاصه بيا فقط، لا للاصدقاء ولا لاي حد. اما تاني حاجه اتعلمت اني مفيش حل للموضوع. طول ما انت على الانترنت انت اوريدي متاح، انت اوريدي في الشارع، انت اوريدي فعليا كده موجود في مكان عام، فالناس كلها شايفاك، فانت موجود خلاص، ما فيش حل للموضوع، مش هتلبس طاقية لخفة يعني. دي حاجة التالتة اللي انا اتعلمتها ان مهما يكن حصل قبل كده انت ممكن تعمل حاجة افضل من انت عملتها. يعني انا زعلت كتير على القناة بقالي سنين كنت تعبان فيها، مع ان ما كانش عندي مشتركين كتير. تعبت على القناة دي كتير قوي. عندي حوالي 69 فيديو موجودين على القناة. يعني مش أفضل حاجة، ولكن بدايتي عملت 69 فيديو، فدي حاجة تحسب لي يعني. اللي أنا عملت 69 فيديو برغم إن المشتركين عندي على القناة كان ساعتها 300 مشترك بس، فأكيد حاجة تحسب لي. فأول حاجة لازم تبقى مقتنع بيها إن القدر هيسيبك مهما يكن أردت أم لم تريد، أشأت أو لم تشاء أو لم تشيء لم. مش عارف هي طالبة معايا النهاردة لغة عربية ليه. المهم فقادر يعني أهم حاجة وأهم نصيحة في الموضوع دي، أهم 3 نصايح. حافظ على السوشيال ميديا بتاعتك، الأكاونت والحاجات بتاعتك الخاصة تبقى برايفت بس. تاني حاجة حاول ما تبقاش شيرن الانفورميشن بتاعتك الخاصة مع كل الناس. حاول في حين اللي انت حسيت اي حاجة في مشكلة، في مسج غريب جاك، غير الباسورد، غير الايميل، غير عشان ما تلاقيش نفسك اللي انت هاك. وفي حاجة تانية برضو، البرامج ده كانت جزء من الهاك اللي عندي على اليوتيوب. البرامج اللي بنزلها من على اليوتيوب او بنزلها من على الانترنت فري، فخد بالك من الموضوع دوت، فلازم تتعلم الموضوع ده. فده الفيديو بتاع النهارده، وما تنسناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، واعمل لايك واعمل كومنت، وقول لنا هل انت سرقت قبل كده. ف مش عارف اقول لكم ايه. سبحان الله وبحمده، لا اله الا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.